قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. عهد رسول الله وعهد الخلافة أبو بكر وعهد عمر. الرواية الأولى إن المتعة موجودة في عهد أبو بكر وعمر. تعالوا الآن من اللي حرمها؟ تعالوا الرواية الثانية. يلا 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 يا علاء المهدوي. هنا الرواية أيضا في صحيح مسلم باب نكاح المتعة رقم الحديث 1405 عن أبي نضرة عن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر. كيف عمر يحرم ما أحله النبي؟ ورواية أخرى أيضا صحيح مسلم كتاب النكاح رقم الحديث 1405 عن جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر. يطول للمرة تمر ويتمتعون بها الصحابة صلوا على صلى الله عليه وسلم. والدقيقة الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى في عهد أبو بكر نتمتع حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حريث. كيف عمر بن الخطاب يحرم ما أحله النبي؟ يلا تفضل. اجتهد